يا صباح الفل يا صباح الجمال على عيونكم. وصفة النهاردة من وصفات العيد اللي كلنا بنستناها من السنة للسنة، أو بنشتريها، بس لما بنعملها في البيت بيبقى ليها طعم وريحة، ويعني عايزة أقول لكم روايح زمان بقى والخبيز في البيت بتدي كده رمضان طعم تاني. هنعمل النهاردة البيتي فور بطريقة سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة، من غير مضرب، من غير مكنة. هنعمله بطريقة سهلة جدا زي أيام زمان، زي كده أمي وجدتي لما كانوا بيعملوه. يلا نشوف النهاردة المقادير بتاعتنا. عندي هنا كيلو من الدقيق، كيلو الا ربع زبده، وزبده تكون من درجه حراره الغرفه. عندي 3 صفار بيض، ظرفين فانيليا، 200 جرام من السكر الناعم جدا. لازم السكر يكون ناعم خالص، لو انت هتطحنيه في البيت يبقى ناعم خالص، ويفضل ان انت تطحنيه في البيت لان بتاع بره بيبقى فيه نشا. جبت عندي هنا الزبده، وزي ما قلت لكم بصوا بضغط عليها الزبده بتنزل، بس مش سايحه خالص ومش ماسكه نفسها ساقعه خالص. لو ساقعه هتفسد الوصفه بتاعتنا كلها خالص. انا بقى جبت كده الزبده ونزلت بالسكر، وبدي بقى بايدي، بقول لكم اهو من غير مضرب زي ايام زمان كانوا بيعملوا البيتي فور امهاتنا، وبيطلع زي العسل بايديهم. تمام. هتفضلي بقى تضربي كده. انا لقيت البوله معايا دقيقه، جبت صينيه ونزلت كملت ضرب كده زي ما انتم شايفين، لحد لما تفتحي معايا خالص السكر والزبده زي ما انتم شايفين. بصوا بقول لكم هشه ازاي، انا عايزاها بنفس الهشاشه دي كده. تفضلي تضربي 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 كده لحد لما تفتحي معاكي خالص. يبقى مكوناتنا كيلو دقيق، كيلو الا ربع زبده، 3 صفار بيض، و3 صفار ليه يا رشا؟ اللي بنحط الصفار بيخليه ناعم. لو عايزاه خشن شويه حطي بيضتين كاملين، انما انا بعمله دايب دوب كده. بحط 3 صفار، وحطي ظرفين فانيليا او الفانيليا السائله اللي موجوده عندك، اي فانيليا مش مشكله. وهبتدي بقى ان انا اضرب لحد لما بصوا بقى معايا العجينه فوم كده عالي جميل. انا مش عايزاها تهبط. هنزل بقى بالدقيق بتاعي حبه حبه، وحاطه في الدقيق دوت ذره ملح، ولا ما حطيتش كده انا بيكنج باودر قدامكم، ولا هحط كمان. ومش هعجن بقى العجينه، عجينه البيتي فور والسابليه والبسكوت دي بس بتتلم. انا عايزه الم العجينه بتاعتي. هقسم بقى العجينه بتاعتي دي، بقول لكم بصوا الجمال، هي بتلزق. هي ده هو دوت المطلوب. هقسم بقى العجينه بتاعتي كده نصين، اعمل نص شوكولاته وهعمل نص فاتح فانيليا، واجيب بقى معلقتين كاكاو خام واحطهم بقى على النص اللي انا قسمته، اي نص منهم، واديله كده برده تقليبه حلوه. ويبقى كده معايا البيتي فور بتاعي جاهز. احضر بقى الصواني ونحضر بقى القمع بتاعنا. احنا مش هنعمله بمكنه النهارده، لو هتعمليه بقى بمكنه زي ما انا ما قلت لكم، ده كيلو دقيق انا شلت منه معلقتين دقيق. عندها كيلو دقيق انا شلت منه معلقتين. لو هتعمليه في القمع، لو هتعمليه في المكنه حطي الكيلو كامل. جبت بقى القمع بتاعي، وهنا بقى البلبله دي مش بتاعت البيتي فور، يعني انا بعمل بيها بصراحه الكريم شانتيه، بعمل بيها كل حاجه. فلو انت متوفره عندك قمع البيتي فور اعملي بيه. مشيت معايا وعملته وكان زي الفل، وزي ما انتوا شفتوا كده في الاول. هبتدي بقى ان انا كده ارص وانزل واحده واحده. ومعلومه بقى، لما تيجي تعملي البيتي فور البني حطي معاه واحده او اتنين من الابيض، عشان طبعا الغامق هيحيرك ان هو استوى ولا لا، او يتحرق منك. فانا بحط معاه واحدتين كده من الفانيليا عشان اشوف سوى الفانيليا، يبقى كده خلاص البني استوى معايا. المقطع بقى بتاع لما انا خلصته جيت دخلته الفرن راح مني. هنا بقى بعد ما طلعته على نار هاديه خبزته، مخدش مني وقت خالص. عينكم على البسكوت والبيتي فور والسبليات، الحاجات دي تبقى عينك عليها اول باول، عشان دي ما بتاخدش وقت في الفرن خالص. بقول لكم طالع ناعم يا جماعه، بصوا لسه ما عملتش فيه اي حاجه وناعم خالص. انا بقى هنا همسك كل اتنين زي هجمعهم اللي انا بقى عاملاه زي الصبع او الورده. هجمع كل اتنين مع بعض واحضرهم، بيسهل عليا قوي لما اجي اشكله في التشكيل بتاعي او ازوقه. وهنا بقول لكم البني حاطه معاه الابيض عشان خاطر اشوف السوا بتاعه. جمعت بقى هنا، جبت صينيه وجمعت فيها كله كده على بعض زي ما انتم شايفين، كل اتنين قد بعض. وجبت بقى عندي هنا شوكولاته شوكولاته غامقه او بالحليب، وشوكولاته بيضه. والتزويق ده حسب ما تحبي، عايزه تعملي بالابيض بالشوكولاته الغامقه اي حاجه. همسك بقى هنا، انا عايزه البيتي فور بتاعي معايا شويه. هعمله بايه؟ هقفله بالشوكولاته. لو انت حابه تعمليه بالمربى بس مش هيبقى يعني هيطرى. يعني دي نصيحه، اللي انا بعمله بالشوكولاته. بقفل البيتي كده بالشوكولاته، عشان بصراحه بيقعد معايا ويفضل مقرمش لحد اخر واحده. انما لما بعمله بالمربى بيطرى على طول. فدوت لو انت هتاكليه في يومين او حاجه اعمليه بالمربى مفيش مشكله. بس دي نصيحه يعني من اختكم رشا ليكم. ابتدي بقى زوقي التزويق اللي انت عايزاه واللي يعجبك، وزي ما تحبي زوقي. الفن دوت بقى يرجع لك. طول ما انت واقفه كده اخترعي وشكلي، وهيطلع معاكي احلى بيتي فور. طبعا الكيلو بره بقد كده، احنا هنعمل من كيلو واحد اكتر من 2 كيلو. بالعظمه والجمال ده كله. على فكره ده ما كانش كل البيتي فور اللي عندي، ده كان عندي تاني. ودوت اللي يعني لحقت اصوره معاكم. بسم الله ما شاء الله، عطي كميه كبيره.
ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا وعادة ما تتقطعش يا رب. كل سنه نعمل الحاجات الحلوه دي مع بعض ورمضان كريم. كنت معاكم رشا السيد، يا رب الفيديو يعجبكم، حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم ليه. سلام.